السلام عليكم الإخوان. اليوم غادي نشرحوا واحد الكتاب، أسرار العقل المليوني. شنو كيقول الكتاب؟ الكتاب كيبغي يقول لنا الفلوس ماشي غير نتيجة الخدمة، ولكن نتيجة ديال الطريقة اللي كنفكروا بها على الفلوس. بمعنى آخر، حتى لو عندك طموح وخدمة ولكن مخك مبرمج على الفقر، عمر الفلوس ما غادي تبقى عندك. مني كنتي صغير شنو كنتي كتسمع على الفلوس؟ فلوس وسخ الدنيا، الاغنياء طماعين، خاصك تبقى تخدم بالليل والنهار باش تعيش، الفقر زين ماشي عيب. كل هاد العبارات كتبقى محفوره في دماغك وكتكون ليك وكدير ليك واحد الملف المالي في العقل الباطن ديالك وكيأثر عليك بلا ما تحس. الكتاب كيقترح دير شي حاجه سميتها اعاده البرمجه، تبدل هاد المعتقدات اللي كتخربق راسك وتعاود تزرع بلاصتهم افكار جديده وايجابيه. الكتاب قسم العقلية المالية بجوج. الغني كيقول أنا كنصنع حياتي، الفقير كيقول أنا ضحية الظروف. الأغنياء كيتحملوا المسؤولية والفقراء كيبقاو يلوموا في الحكومة ولادهم والسوق. الفقير كيبقى غير يصرف ويخاف يصرف. الغني كيتعلم كيفاش الفلوس تخدم عليه وكيستمر. مثلا الا كانت فرصة، الغني كيقول كيفاش نربح منها، الفقير كيقول ما نغامرش نخاف نخسر. الاغنياء كيتعلموا من الاغنياء والفقراء كيسمعوا الفقراء. واش عمرك شفتي غني كيتعلم من الفاشل؟ لا، الغني كيتبع الناس الناجحون، كيتعلم منهم، كيقرا كيكتب كيمشي للدورات. الغني كيعرف يختار صاحبه، كيبقى مع الناس الطموحين. اما الفقير كيبقى وسط الناس اللي كيتشكاو من كل شيء. الغني كيشوف الفلوس وسيله للحريه، الفقير كيشوفها مصدر مشاكل. الغني ماشي طماع ولكن عارف باللي الفلوس تقدر تحل ليه مشاكل صحيه اسريه انسانيه. الغني كيبني داخل سلمي، الفقير كيبدل الوقت بالفلوس. الغني كيبني مشروع عقار، كتاب، براءه، اختراع، قناه يوتيوب. حتى لو مرض او سافر الفلوس كتدخل. خلاصة الكتاب، ماشي المهم شحال كتربح ولكن شحال كتحافظ. غير العقلية يتبدل الواقع. الخدمة بلا عقلية صحيحة كتساوي تعب بلا نتيجة. الثقة في راسك والتعلم المستمر هما الأساس. اكتب في ورقة شنو الأفكار السلبية اللي عندك على الفلوس، حاول تبدلهم بأفكار إيجابية وواقعية. قرأ كتاب شوية، فيديوهات تعلم الاستثمار. جاور الناس اللي باغيين ينجحوا، خدم على مشروع جانبي ولا مصدر داخل اضافي. قيس الفلوس بحال الطاقه، الا عرفتي تسيرها غادي تزيد. كل نهار صور راسك شنو غادي ندير اليوم باش نقرب خطوه للحريه الماليه.